أحبتي في الله، اليوم راني جبت معاكم مطلوع روعة، طريقة سهلة ورائعة جدا. شوفوا البنات، جبت مطلوعة خفيفة ريشة غير بشوية نشاد، ديري مطلوع. شوفوا البنات، والله البنات الضوء يبان عليها من الخفة رائعة جدا جدا. شوفوا البنات، أنا ندبتها سنيوة في سنيوة كبيرة. شوفوا حبيبات، شوفوا البنات، والله ما بدون مجاملة غير خبزة رائعة جدا. نديروا مطلوع روعة شوية تاع نشا، غير تجيك مطلوعة هايلة الطريقة هذه. شوفوا البنات كيفاه راهي منفخة طالعة، تجيك خفيفة خلاص. روحوا من طريقة التحضير البنات. هنا البنات راح نبدأ طريقة التحضير. عندي هنا سميد، 2 كيلات تاع سميد يكون متوسط الحجم، وراح نضيف عليه كيس تاع فرينة، وراح نضيف عليه كيس غير صباع تاع نشاء الذرة مايزينا روعة. راح ندير لك الخبز تاعك خفيف رائع. هنا ما راحش ندير غير لا زيت لا بيض في العجينة. باكم بنات كي نستعمل الزيت مع النشا راح تيبس الخبزة تاعي. ندير نص مغرفة تاع الملح، ونزيد مغرفة تاع السكر، وندير مغرفة تاع خميرة، نستعمل مغرفة خميرة، ونزيد نضيف كيس تاع خميرة تاع الحلوى. خميرة الحلوى راح ندير الأحمران اللون الذهبي رائع. هنا استعملت نديت غير منها نص مغرفة الكيس، وندير شوية ينسون أو كمون، نخلط مليح كلش مع بعضاه. نزيد نضيف البنات، هنا نجيب الماء الدافي ونروح نبدأ نعجن العجينة تاع الخبز تاعي. وتجيكم الخبزة تاعكم بيضة بنشا، تجي روعة وتجيك خفيفة رائعة جدا. هنا نزيد نضيف البنات الماء، عندي راح نديرها طرية مليح، نعجن نستمر في العجن تاعها بالشكل هذا. يعني خبزة اكسبريس ما تعبكش في لحظات ديريها، سهلة رائعة مع الجو سخون. راح تجيك خبزة روعة، مطلوع روعة تاع الفرن. نديرها في الفرن تجي رائعة جدا. تستمر في العجن البنات، نخلطها مليح نعجنها مليح حتى نتحصل على عجينة متماسكة جامدة، ونستعملها طرية شوي. راح نطريها بالماء، ما يكون دافئ بدون حليب بدون بيض بدون زيت. ندير غير شوية نشا وشوية سميد وتحصلوا على خبزة روعة. نعجن مليح، نحاول نلمها مليح، ونروح نغطيها غير بكتينة برك الصرفيطة تاع الكسرة تاع الخبز، ونخليها تطلع حتى تطلع مليح. هنا البنات راهي طلعت الخبزة، نروح نستمر نروح نعجنها توا، نروح نعلك مليح، نحاول نهبطها من الخميرة بالكامل. نعجن، نستمر في العجنة نتاعها، نعجن مليح مليح حتى تعود تمشي العجينة في يدي، تجي عجينة طرية متمارسة رائعة جدا. البنات هنا لازم الخبز تاعك تعجنيه مليح، تحاولي تمشيه في العجن حتى تحصلي العجينة طرية. الطريقة هذه شوفوا البنات كيفاه راهي تمشي الخبز تاعي ما تقطعش، تجيك روعة بالشكل هذا. راح تجيك خبيزة رائعة جدا، نتمنى انكم تجربوها البنات. هنا نجيب سنيوة كبيرة، عندي سنيوة كبيرة تاع الفرن، ونروح نعجن نخبزها. شوفوا البنات من الطراوة والخفة راني نخدم فيها غير بيد واحدة، نعجنها بيد واحدة برك. الطريقة هذه تمشي بكل سهولة بالشكل هذا. والله البنات راهي روعة، طعمة وبنة وخفة، مطلوع خفيف رائع جدا.
أنا رققتها، حاولت إن أنا استعملتها دقيقة بالشكل هذا. هذه الطريقة نديرو بها مطلوع رائع جدا، خفيف وسهل، تحضريه من غير نص ساعة يكون الخبز تاعك طايب وطالعة وكاملة، طيبها في دقائق. هنا نجيب صفار البيض، عندي بيضة استعملت صفار البيض، خلطتهم وندهنها بالبيض، نديرها على الوجه تاعها بالبيض كامل، ندهن فوق كسرة خبز بالشكل هذا. كملنا الخبزة تاعنا، نروح نحطوها تطلع شوية حتى تطلع مليح، تطلع خميرة، ندير لها شوية ينسون من فوق، من الشباب هنا تقدروا ديروا اليانسون، ديروا زرعة البسباس، ديروا جنجلان، استعملت اليانسون شوية كمون، ونروح نحطها في الفرن حتى تطلع تتضاعف الحجم تاعها، ونروح نحل عليها الطيب. هنا البنات ندير شوية زيت باش يعطيني لون ذهبي للخبز تاعي، غير شوية من فوق، ما درتش فيها من في الوسط، نستعمل غير شوية من فوق تاع الزيت بركة للون، يجيني لون ذهبي. هنا كملت طيبت البنات الخبز تاعي، شوفوا كيفاه راهي جات، شوفوا البنات كيفاه راهي خفيفة روعة، الضو راهو يبان عليها كي نقلبها هاك تبان فيها فقاعات كي بغريت، تجيكم روعة بالشكل هذا. شوفوا حبيباتي كيفاه راهي جات، خبزة رائعة جدا، والله البنات جربوها روعة. إلى الملتقى إن شاء الله.